بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الذكرى العزيزة على جميع المسلمين قاطبة، يسعدني أن أكون بين إخواني الأفاضل، المشايخ والأساتذة والمسؤولين، أبناء هذا الوطن المفدى للحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كلمتي ستكون مركزة ومحددة، تتناول جملة من المحطات التي أجتهد أن تكون هذه المحطات محيطة بأهم المسائل المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما كنت أستمع لمداخلة الإخوة الذين سبقوني، تذكرت فرحة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه صورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الرجل الكل يعلم بأنه مبشر بجهنم ولم يبشر بالجنة، ولكنه في كل اثنين كما قال أخي رئيس الجلسة، في كل اثنين يخفف عنه فقط لأنه سر بميلاد محمد ابن الأخ، ماشي يعني محمد النبي. تعرفوا القصة معروفة باختصار، جات الجارية نتاعو خبراته قاتلوه خوك زاد عنده طفل، خوك عبد الله زاد عنده طفل. هذه البشرى أخذت جائزة، قال أنت حرة خلاص. على جل هذا الفعل اللي داروا أبو لهب، على جاله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، ربي سبحانه عز وجل يخفف العذاب كما ورد في الآثار عن أبي لهب كل يوم اثنين. فأحدهم دار واحد الصياغة شعر طويل، اختار منه بعض الأبيات، قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، إشارة طبعا إلى أبي لهب. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. هذا مدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا هو قدوتنا العليا، أسوتنا الكاملة في جميع المجالات. نبدأ بالمجال الأول. المجال الأول مجال العبودية. النبي عليه الصلاة والسلام تشرف بهذا الوصف في سورة الإسراء مثلا. رب يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إشارة إلى رحلة المعجزة أو المعجزة الخالدة، معجزة الإسراء والمعراج، الرحلة الأرضية، منطلقها من المسجد الحرام بمكة، منتهاها عند المسجد الأقصى الجريح بفلسطين، ثم بداية رحلة المعراج السماوية تبدأ من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى السماوات العلى، إلى رب العزة سبحانه وتعالى كما ورد في الصحاح في البخاري وغيره. إذن رب سبحانه أعطى وصف العبودية. وكلكم يعلم الحوار اللي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة حينما قالت له: يا رسول الله، ربي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في موضوع العبادة كان يقوم الليل ويصلي كثيرا حتى تفطرت قدماه، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامع: أفلا أكون عبدا شكورا. العبودية شرف ومقام رفيع، والشكر أيضا مقام رفيع، لقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور أفلا أكون عبدا شكورا. إذن المجال الأول مجال العبودية. جميع العباد عليهم أن يقتدوا بسيد العباد صلى الله عليه وسلم. المجال الثاني هو مجال التربية، كما قال الدكتور الفاضل جزاه الله خير حينما أشار إلى أهمية الأخلاق وأهمية الفضائل
في حياة الإنسان في أي مجال، سواء كان إماما أو تاجرا أو طبيبا أو مهندسا أو قائدا، فالمنظومة التربوية هي التي تضبط حركة حياته، ولا يمكن أن يضع بصمته في هذه الحياة، ولا يمكن أن يحقق شهوده الحضاري، ولا يمكن أن يحقق مقتضيات الاستغلال فوق الأرض، ولا يمكن أن يحقق الشهادة التي أمر بها في سورة البقرة 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يمكن أن يتحقق له ذلك إطلاقا إلا إذا استوعب هذه المنظومة التربوية الأخلاقية. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مجال التربية وصف أيضا في آية القرآن في مثل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية تحمل على الأقل 3 دلالات أساسية. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا المدح، لأن المادح هو الله. رقم 2 باش يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم القرآن في حياته، لحديث هشام بن حكيم حينما سأل السيدة عائشة أم المؤمنين سألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إجابتها أيضا محكمة قائلة: كان وحده خلقه القرآن. 3 كلمات: كان خلقه القرآن. إذن رب سبحانه أعطى له هذا الوصف باش يعطينا هذه الدلالة الثانية. والدلالة الثالثة باش يبين رب سبحانه عز وجل أن الأخلاق لها وزن كبير في حياة الإنسان كما أسلفت. إذن الرسول مربيا. وبعدين أعطانا أحاديث لا نحصيها عددا، أكثر من 100 حديث على موضوع الأخلاق، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. واش يزيد الإنسان اللي بغى يرقى إلى هذا المقام الرفيع، ينال محبة أو شرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه في جنات النعيم يوم القيامة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. في حديث آخر: ما من شيء في الميزان أثقل، يعني ما كانش عمل عنده وزن ثقيل في الحسنات يوم القيامة في ميزان الله يوم القيامة، قال: من حسن الخلق. وقال في حديث جامع: اتق الله حيثما كنت، حيثما زمكانية في كل زمان ومكان، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن الرسول مربيا، هذا الفضاء الثاني. المجال الثالث: الرسول مصلحا. تحدث الشيخ نور عن دور الزاوية في مجال الإصلاح والصلح والمصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المصلحين والصالحين. أنتم عارفين أنه قال في الحديث الصحيح حينما يخاطب الصحابة قائلا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذن الإصلاح والصلح خير كما قال رب العزة في القرآن الكريم. إذن الرسول أيضا أعطانا أكبر نموذج في مجال الصلح، في مجال إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، بين المتنازعين، فينهي الخصومة نهائيا فتصفو القلوب وترقى الأرواح إلى رب العزة سبحانه وتعالى عابدة متسامحة متصالحة. إذن المجال الثالث هو مجال الصلح. المجال الأول قلنا المجال التعبدي، والثاني مجال التربية والمجال التربوي، الثالث المجال الإصلاح والصلح، المجال الرابع وهو مجال التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم الأمة. يكفي أن نقرأ الآية الثانية من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعرفون أخلاقه، يعرفون سلوكه، يعرفون أحواله، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إشارة إلى الوظيفة التربوية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. إذن الفضاء الرابع
ومجال التعليم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، باش الأمة تعطي قيمة للعلم، لأن العلم هو السبيل اللي يخلي الإنسان يعرف أحكام الحلال والحرام، والسبيل الذي يؤدي به إلى الوصول إلى رب العزة سبحانه وتعالى إيمانا ومعرفة وحبا وطاعة. ربنا يؤكد ذلك في آية القرآن أذكر على سبيل المثال قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا أحرزت رايته، وقال العقل: أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا، وقال: بأين الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. في هذه الأيام التي نعيشها لا يمكن أن ننصر الإسلام ولا أن نبني حضارة ولا أن نحافظ على ميراث النبوة إلا بالعلم إطلاقا. أذكر على سبيل المثال الشبهات التي تثار في واقع اليوم أخطر من شبهات أبي جهل بيقين. أبو جهل واش يقدر يدير؟ أقصى حاجة وصل لها قال: من يحيي العظام وهي رميم. والقرآن أعطى جواب، قال: من يحيي العظام وهي رميم. الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولكن صدقوني، الشبهات والشكوك التي تدمر العقيدة، التي تزلزل أركان الإيمان في قلوب المسلمين، هذه الشبهات تثار في عالم اليوم في جميع مجالات المعرفة والعلم. من يرد على هذه الشبهات؟ يرد عليها أهل العلم، وكل في مجال تخصصه. انصر الإسلام في ميدانه، كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله في أيامه الأخيرة في الجزائر، أعطاه النصيحة الجامعة، قال: انصر الإسلام في ميدانك. يأتي الرجل المختص في علم الفلك يستوعب الفلك ويقرأ آيات القرآن الكريم في مثل قوله تعالى في سورة فصلت 53: سنريهم آياتنا في الآفاق l'univers وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقرأ في سورة الذارية مثلا في الآية 7: والسماء ذات الحبك. في الآية رقم 20 في السورة نفسها رب يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الآية 21 رب يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية 22 يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلى آخره، حتى يوصل إلى الآية 55 فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيء عجيب جدا. الإنسان الذي يسبح في هذه الآيات القرآنية يجد العجب، وفعلا يعرف بأن هذا القرآن بحر لا يمكن للإنسان أن يستوعب أسرار هذا البحر العميق. إذن يأتي علماء الفلك فيردون على علماء اليوم الشبهات التي يطرحونها، وفي الوقت نفسه يثبتون صحة الوحي وصدق النبوة. ويأتي علماء الجيولوجيا وطبقات الأرض، وفي الأرض آية للموقنين أيضا، ويدرسون طبقة الأرض والأسرار الموجودة في أعماق الأرض، فيردون على الشبهات ويقيمون الحجة ويبرئون الذمة. ويأتي علماء الإنسان من علماء البيولوجيا وعلماء الطب بجميع التخصصات الدقيقة أيضا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويأتي علماء الجغرافيا وعلماء التاريخ كما ذكر الأستاذ الفاضل، والآيات أيضا كثيرة في هذا الباب. ويأتي علماء البحار وعلماء الأجنة، وكل في مجال تخصصه، والآية واضحة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا هو مقام العلم. وإذا عدنا إلى مقام إلى دراسة السنة وميراث النبوة، أيضا نحتاج إلى علم. لا يمكن الإنسان أن يرتاد وأن يدخل وأن يلج في هذا المجال تاع السنة إلا إذا كان عالما. أذكر على سبيل المثال أيضا أنتم تذكرون الصحيفة الصادقة، كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أرد على من يقول أن السنة لم تكتب في عهد النبوة، وهذا خطأ علمي منهجي خطير، إذ أن السنة كتبت أيضا في عهد النبوة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لتوثيق السنة حفظا لها بحفظ الله، كما سمعنا الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو
وأبو هريرة ومقامه رفيع جدا اعترف بصريح العبارة أن عبد الله بن عمرو كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه وروى أكثر منه، ولكن برر ذلك بقوله لأنه كان يكتب ولا أكتب. هذا كلام أبو هريرة. جماعة الخير، نروح أيضا صحيفة علي بن أبي طالب كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا صحيفة جابر بن عبد الله كتبت في عهده صلى الله عليه وسلم، أيضا صحيفة زيد بن ثابت كتبت في عهده، ما تسمى بصحيفة مختصة في علم الفرائض، وهكذا. ثم جاءت المصنفات بعد ذلك. أذكر على سبيل المثال أيضا الموطئات، وأعظم الموطئات موطأ إمامنا مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه، موطأ الإمام مالك، وهو جامع لعلم الفقه وعلم الحديث. أعظم موطأ كما قال الإمام الشافعي شهد فيه، وقال أيضا قول آخر في الإمام مالك، قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذن أعظم موطأ كتب في التاريخ الإسلامي هو موطأ الإمام مالك الجامع للفقه والحديث معا. ثم ظهرت أيضا مصنفات أخرى الجماعة يسمى بالجوامع، مثل الجامع الصحيح البخاري والجامع الصحيح الإمام مسلم، وكذلك السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما، وكذلك ما يسمى بالمستدركات على الجوامع، وكذلك ما يسمى بالمسانيد وأعظمها مسند الإمام أحمد. وذكر الإمام السيوطي أكثر من 90 علما من علوم الحديث، وهذه العلوم إذا اجتمعت بها نحفظ ميراث النبوة. والله ما نزمر أنحرز نغنحفظ نغنحارب في تلك إديجا نبي صلى الله عليه وسلم أي الروج ريزور أي الروج يغدي جا سوى من غرى العلوم الحديث. ينادي الإمام ابن صلاح في كتاب في مقدمته الشهيرة أكثر من 60 علما، ولكن الإمام السيوطي قال أكثر من 90 علما. إذن علم النبوة وهو الميراث. النبي عليه الصلاة والسلام ما خلالناش الأرض التجرة نغل الأرض نغل الحجرة، ما خلالناش هذا الشيء، ما خلاش. تروح لمكة والمدينة ما تلقاش هذه قطعة أرض نتاع محمد صلى الله عليه وسلم وهذه نتاع مرته وهذه نتاع، ما خلاش. وديجا ثمورث ولا ثزمورث، ولكن ترك لنا هذا الميراث، وهذا الميراث لا نخدمه بالمجان ولا نخدمه أيضا بفضول الأوقات أو بفضول الطاقات، ولكن نخدمه بالجد والاجتهاد والعلم. في عهد الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك قيل له يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة باللغة الجزائرية معنا خلات، أنقذنا يا إمام. قالوا خلات ثلويث البروي. علاش ثلويث البروي؟ خاطر بداو الناس يديروا ما يسمى بوضع الحديث، يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبوا عليه. ونهار لي واحد منهم قالوا علاش تكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذوك الزريعه هذوك اللي كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم طاف اش قالوا له؟ قالوا نحن لا نكذب عليه ولكن نكذب له. وما الله يبارك عندهم اللغه العربيه ما شاء الله، قالوا حنايا ماناش نكذبوا عليه، رانا نقولوا كلام حلو نكذب له الفايده نتاعو. وفعلا كاين بعض الاقوال مليحه بزاف كي ديرها في الميزان تاع العقل تقولها كلام ممتاز، ولكن مهما يكون ممتاز مادام ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ما نقولوش هذا تاع النبي عليه الصلاه والسلام. ميراث النبوه يجب ان يحفظ. لذلك كي قيل له حينما قيل له يا امام ابو هيث الاعراض ابوها المؤمنين يا امام هذه الاحاديث الموضوعه، واش قال لهم؟ قال لهم تعيش لها الجهابذه. كاين الرجال اللي عندهم الغربال هما اللي يخدموا هذه الخدمه. وبعدين قال كلام اخر ممتاز، قال الاسناد، اشاره الى علم السند، الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. علم السند علم دقيق جدا ونحتاج اليه الان، مش فقط في علم الحديث، في جميع علوم الدنيا نحتاج الى علم السند. وقد قال الإمام الشافعي من أسند فقد حمل. لا يتسع الوقت للتفصيل في هذه الأمور، فقط نقول في المحطة الأخيرة أن الرسول كان مبلغا، هذا الخير كامل بلغه، ما خلاش عنده
في داره ولا في راسه ولا في صدره، بلغوا تطبيقا لما قاله القرآن الكريم في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان مبلغا حقا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وقال لنا جميعا: بلغوا عني ولو آية. وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل في الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من أراد أن يرث فليرث ليحظى بشرف ميراث النبوة. شكرا لكم.